هنعمل النهارده كباب كبده. هعلمكم ازاي تطلعوا الكبده جوسي وطريه ومستويه صح في اقل من 7 دقايق. وهنعمل كمان معاها سلطه بصل بالسماق هتخليكم تنسوا اي كبده كلتوها قبل كده. يلا نشوف عملنا اللذيذه دي ازاي. محتاجين كبده بلدي متقطعه مكعبات مظبوطه، اطلبوها مكعبات من الجزار، او لو هتقطعوها في البيت ادوها نص تجميده في الفريزر علشان تتحكموا فيها وانتوا بتقطعوها. كمان معانا ليا ضاني متقطعه شرايح مربعه زي ما انتم هتشوفوها كده بعد شويه، ولو حابين ممكن تستبدلوها بدهن براحتكم. وعندي كمان اسياخ من الخشب، هاتوا منها اللي بتكون تخينه شويه مش رفيعه عشان تتحمل معاكم وتشيل الكبده. هنتبل الكبده بتتبيله بسيطه، مش هنغطي ابدا على طعم الكبده. معلقه صغيره من الملح الخشن، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان معلقه صغيره من الكمون. وهنقلب الكبده بيهم كويس. وبعد كده هنشك الاسياخ، هنحط قطعه من الليا وقطعتين من الكبده وهكذا لحد ما السيخ يخلص. ممكن كمان تمشوها قطعه وقطعه زي ما انتوا حابين، بس ما ينفعش ابدا ان انتوا تستغنوا عنها او تستبعدوها، مش بس عشان النكهه الحلوه اللي بتديها للكبده، لا وكمان عشان اساسي في تسويه الكبده ان يبقى فيه نسبه دهون كويسه. المهم بقى دلوقتي وبعد ما خلصنا الشك على النار، عندي فيه جريل سخن جدا، هنزل فيه بكام قطعه كده من اللي فاضوا مني، هسيبهم لحد ما يسلوا وياخدوا اللون الذهبي. وقولوا لي بقى في الكومنتات مين لسه فاكر ريحه اللي دي في البيت، وكنتوا بتعملوا ايه باللي بيطلع منها بعد ما بتسلى. يا ترى بتغمزوها وهي سخنة ولا بتشيلوها وبترموها؟ دلوقتي بقى هننزل بالاسياخ بتاعة الكبدة مكان اللية، هنرصها وهنقلبها على كل جنب شوية. الموضوع كله مش بياخد اكتر من 7 دقايق وبتكون استوت تماما. هقفل الجريل عليها لحد بس ما تهدى وترتاح، وتعالوا نعمل احلى فرشه ممكن تحطوها تحت الكبده دي. ودي السلطه الماجيك اللي مش بس بتنفع مع الكبده، لا وكمان بتنفع مع جميع انواع المشويات اللي على الجريل واللي على الفحم كمان. وهي عباره عن بصل احمر متقطع جوليان، هنرش عليه رشه من الملح ونص معلقه من السماق، هتدعكوا بيهم البصل كويس جدا. والحركه دي بتخلي البصل ينزل سكره ويتشرب المزازه كمان بتاعه السماق، فبيبقى تيستو حلو جدا ومش حراق. هنحط بعد كده عليه نص حزمة من البقدونس المفروم وكمان شرايح من الطماطم، هنقلبهم مع بعض ومش هنحط اي توابل تاني خالص. الخضار كله هياخد من طعم الملح والسماق مع تسكيرة البصل وهيبقى تحفة. ودلوقتي معانا رغيف عيش بلدي سخن، هنحط عليه فرشة محترمة من السلطة، وهنسحب عليهم كمان سيخ كباب الكبدة اللي عملناه، وعليه عصرة ليمونة كده حلوة، الكبدة بتحب الليمون والكمون. وكمان هضيف معلقة من سلطة الطحينة، وممكن تضيفوا قرن من الفلفل الحار او اي اضافة تانية تكونوا بتحبوها مع الكبدة. وقطمة واحدة من الجمال ده كفيلة توديكم في حتة تانية خالص. جربوها، مستنية رأيكم في الكومنتات، وبألف هنا وشفا مقدما. انا سارة هلال، لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدعموا تعبي في الفيديوهات بكومنت حلو.